ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اعادة تدوير، مش هتكلفنا غير 20 جنيه بس. 20 جنيه بس بجد، وهتعملي احلى فازة في البيت. دي كانت اللي هي بتبقى زي بونبونيرة، كنت جايباها وما استعملتهاش كبونبونيرة وركنتها فترة قوي وما جتش جنبيها، ما كنتش بستعملها وكنت هرميها لحد ما جت كده فكرة في دماغي. هي بيبقى ليها كده غطا من فوق، بس انا مرضتش اصوره لان هي معروفة يعني ومشهورة قوي البونبونيرة دي يعني. فما كنتش بستعملها خالص، فكنت بصراحه شويه هرميها. بعد كده جات لي فكره في دماغي ان انا اعملها فازه وازين بيها غرفه النوم عندي. ايه المشكله ان انا اعملها فازه وشكلها لذيذ قوي ولطيف كده وحلوه، يعني شكلها حلو وفيها فصوص كده وشغل برضو، يعني هي فيها شغل. فقررت ان انا اعملها فازه. بس بصراحه يعني مش انا اللي كنت عاملاها من الاول، انا نزلتها كده البنوته جميله رتبتها لي وظبطتها لي. وجيت هنا لقيت الفكره بسيطه جدا، فحبيت اوريكم ان هي الفكره بسيطه. يعني ممكن انت تشتري مثلا الورد بس، طبعا هتبقى تكلفه اقل. طبعا في حاجه اسمها ان هي هتاخد اكيد شغل ايديها، فهتبقى التكلفة اقل من كده. فانت لو عندك حاجة زي كده بجد اعمليها بايدك، مش هتكلفك كتير، ومنها كمان هتزيني شقتك بيها. غرفة نومك بقى، غرفة الاطفال، ممكن تحطيها على رخامة المطبخ، هتبقى شكلها لطيف جدا. انا بصراحة كنت عاملاها هزين بيها المطبخ، بس لما لقيت شكلها لطيف قوي كده وظريف قلت لا هزين بيها غرفة النوم عندي، لا شكلها لطيف. زي ما انتم شايفين كده، احنا مسكنا فل الاول حطيناه كده في قاع البونبونيره ديت، وبعد كده مسكنا حته فل تاني فوقيها، ومسكنا حته فل تاني فيها الشجره اللي هي اللي شايفينها اللي هي محطوطه دي دلوقتي. ده كده بيتباع برضو فروع كده صغيره، وبتمسكيها يا اما تلزقيها بمسدس شمع، يا اما كده عارفين باي اداه عندك رفيعه تبتدي تنغزيها كده في قلب الفل. وهنمسك بقى بعد كده الفروع، هما 3 فروع زي ما انتم شايفين من الورد كده، وفي زي سنابل شكله جميل قوي ولطيف. وهنبتدي نرص كده حاجه حاجه، وطبعا كله على حسب ذوقك انت، يعني طبعا تزيينك ده حسب ذوقك انت. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي نرص كده حاجه حاجه ونزين حاجه حاجه، بحيث ان احنا نطلعها الشكل الجمالي يعني تحفه زي ما شفناه في اول الفيديو. زي ما انتم شايفين كده نبتدي كده نرص حبة حبة. برضو نوع الشجر ده او الورد ده جميل قوي في التزيين، شكله بيدي شكل في الاخر حلو زي ما انتم شايفين كده. بجد بجد عندك بونبونيره زي دي وركناها ما بتستعملهاش، قومي اعملي لها اعاده تدوير وزيني بيها اي حته في شقتك، يعني هتحلي بيها اي حته في شقتك، بدل ما انت راكناها واخده مكان على الفاضي او شايلاها في اي حته واخده مكان برضو على الفاضي. قومي اعملي لها اعاده تدوير وزيني بيها ترابيزه بقى في الريسبشن، زيني عليها رخامه مطبخ، زيني بيها اي حته انت حباها. بس ما تركنيش حاجه عندك، تركنيش حاجة عندك يعني ان انت ما تستعمليهاش، لا خلي كل حاجة ليها استعمالها، كل حاجة ممكن تحلي من مكانها. زي ما انتوا شايفين كده هنحط بقى كده وردتين شكلهم رقيق جدا وبسيط، الشغل بسيط جدا ورقيق وهادي، واي حد ممكن يعمله في البيت، ومش شرط مسدس شمع. ما عندكيش مسدس شمع مش هتحتاجي مسدس شمع خالص. زي ما انتوا شايفين ما احتاجتش اي مسدس شمع ولا اي تلزيق خالص، مش هنحتاج اي مسدس شمع خالص في الموضوع كله. ايه زي ما انتم شايفين نحط اللي هو الفل دوت ونضغطه كويس قوي، ونخلي المساحه ضيقه جوه الفازه بقى بتاعتنا، وخلاص بقت فازه. وهنحط بقى وهنحط كده الفروع بتاعتنا من غير اي تلزيق ومن غير اي مسدس شمع، لان هو الفروع هتنزل على طول في الفل اللي احنا حاطينه. زي ما انتم شايفين كده يعني شكلها ظهر وبان اهو. ايوه كده يظهر وبان بقى، عليك الامان. شايفين قد ايه بقت جميله، بجد بقت تحفه. هنعمل ان شاء الله اعاده تدوير لحاجه برضو تاني، هوريكم برضو لو عندكم منها ما ترموهاش، برضو بفرعين كده ب20 جنيه، وتعمليهم انتي في البيت. يعني تجيبي انتي كده وتنظمي الورد زي ما انتي عايزه وحابه، والدنيا كلها تبقى لطيفه كده وظريفه معاكي، وهتحلي بيتك بحاجات بسيطه وحاجات خفيفه، ومش هتعدي معاكي التكاليف خالص خالص خالص، لان الايام بصراحه الحاجه بقت غاليه قوي، فمش محتاجين اي تكاليف زياده علينا. زي ما انتم شايفين بقى شكلها لطيف قوي وظريف، بجد كيوته قوي كيوته. شايفين قد ايه حلوه. بص انا هنا بس بحاول كده يعني اظبط، انا خلاص كده حطيت كل الفروع وكل حاجه، بس بحاول برضو ان انا اظبط بقى الشكل الجمالي النهائي. شايفين بصوا شكلها والله يعني بسيطه ورقيقه ولذيذه، وهتزين مكانها. وهنا بقى حطيتها خلاص اهو،
شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ ممكن تزيني بيها اي حته انت عايزاها، والله بجد اي حته، ومش هيبان ان هي كانت بونبونيره وانتي خليتيها فوزه. اتمنى تكون الفكره وصلتكم، الفكره كانت سهله وبسيطه ولذيذه. اتمنى تحطولي اللايك، متنسونيش في اللايك يا جماعه، وسلام.